صباح الخير. انا امبارح كنت منزله فيديو بتكلم فيه عن التجربه البشعه اللي انا عشتها في الفيوم، وقد ايه الفنادق صعبه وقد ايه التعامل مع الناس هنا صعب. الا ان نيو بانوراما فعلا فندق انا ما شفتش كده في حياتي. انا رحت شرم، رحت الغردقه، تقريبا لفيت مصر كلها، لكن الفيوم مفيش تعامل كده ابدا. انا هحكي لكم القصه، رغم ان انا مش عايزه اعمل باد ريفيو عن المكان عشان حرام اكل عيش وكده، بس وصلوا لمرحله من، انا مش عايزه اقول البرود يعني، بس وصلوا لمرحله لضبط النفس كده وانت بتكلمه. يعني في مشكله مش عارفه ايه هو. ليه يا فندم؟ خير يا فندم؟ لا بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ احنا جينا، وصلنا الفيوم، حصلت مشاكل في كذا فندق، فجينا بالليل طلعنا قلنا نبص على أصف الفنادق كلها ونشوف أحسن فندق وننزل فيه. المكان اللي كان متاح فيه هو نيو بانوراما. جينا دخلنا، يا جماعة احنا عايزين كذا كذا، بس هنيجي الصبح نعمل تشيك ان. قال لك تمام. طب احنا عايزين نشوف، قال لك في حاجة اسمها سويت عشان يكفي 5 أفراد. طب خلاص ممكن حضرتك توريهولنا. دخلنا سويت 101. تمام، دخلنا السويت جميل، هو كانش لسه متنضف، كان لسه عامله تشيك اوت منه. دخلنا كده تمام، حتى هو مش، لا جميل، وفي حته هاديه خالص، مفيش اي صوت وفي اخر الفندق حاجه رايقه كده، وشايف الميه. يعني هو والله الفيو حلو قوي، يعني انا هوريكم الفيو وانا بتكلم. مكان جميل قوي، مكان حلو، مكان حلو ورايق وفيه كل حاجه لطيفه ممكن تتخيلها. تمام، خلاص احنا هنحجز ده، اتفضل فلوس. لا انا مش هاخد فلوس، لما تيجوا هاخد منكم فلوس، اللي هو الصبح. الكلام ده مثلا كان 10 بالليل ولا حاجه. فجينا الصبح، كلمناهم الساعة تقريبا 9 ان احنا هنيجي، هنتأخر ساعة او ساعتين بس عشان هنروح المزارات الاول، بعد كده نطلع عليهم عشان منضيعش وقت. احنا كنا جايين بالعربية. ايوه يا فندم، في سويت 111 جاهز لحضرتك، محجوز باسمك. احنا حجزنا 101 مش 111. 111 ده فين اصلا؟ لا يا فندم، حضرتك حجزت 111. يا بنتي اللي حجز بالليل كان ولد، الصبح كانت بنت. يا بنتي والله حاجزين 101، احنا كلنا داخلين شايفينه. لا يا فندم، حضرتك حجزت 111. طب لما نيجي نبقى نشوف الحوار ده. رحنا مزاراتنا، جينا الفندق، دخلتنا سويت وهادي يا فندم، هادي ومش عارف دخلنا. ماشي، تاني كان 6 سراير، ده 4 سراير، واحنا 5. قشطة يعني خلاص ماشي يا بنت هناخده، اوكي ماشي. احنا عايزين، تعبانين مش قادرين وفرهدة، والجو حر، كان في تقريبا موجة حارة، يعني كانت بهدلة، وكان في جايبنا عاصفة ترابية، وكان احنا مش قادرين، مش نتنفس خلاص. ماشي هاتي السويت ده. اكتشفنا يعني ان السويت ده اولا قدامه في الجنينة اللي انتوا شايفينها دي، صغنونة وجميلة ورايقة وكل حاجة، بيتعمل فيها فوتو سيشنز أفراح. انت حتى مش قادر تطلع من البلكونة تقعد هنا، يعني مش انت مش عارف تعمل ده. انت قافل، لان الناس بتتصور كده، فانت هتبقى في الباك جراوند. يعني انا كنت في الفوتو سيشن الباك جراوند، اللي هو كنت العب الشال بقى وبتاع، اللي هو ده باك جراوند زبالة. فلو صور فرحي في حد طلع بالمنظر ده في الظهر يعني. ده بغض النظر ان جنبنا البسين على طول. الساعة 9 الصبح تاني يوم، دي جي ولا كأنك في قاعة اللؤلؤة. دي جي فرح وناس بترقص على البسين و وزعيق وسويت وصريخ. سيدي انتي مش قلتي ان ده حاجة هادية وبتاع؟ مفيش، محدش بيرد عليك. الأوضة التكييف بايظ. حاضر يا فندم هنصلحه، واقعد بقى اقعد. طب يا باشا الكهرباء كلها الأرضي بايظة، ومش عارفين نشحن موبايلاتنا في الحمام. الفيشة الوحيدة اللي شغالة يا فندم مش، حاضر يا فندم هات لنا حد، حاضر كده. وايه المشكله؟ عايزين اللي هو ايه الجست؟ انتوا ناس مستفزه، بتسالوا كتير ليه؟ اتصل بيهم على التليفون، بيقول لك ايوه يا فندم بتاع، لو سمحت في مشكله كذا كذا. انتوا ما بتردوش على التليفون ليه اصلا؟ يقول لك معلش اصل في شغل. طب يا باشا ما احنا الشغل، هو انا جاي فين انا؟ انا جاي لك بيتكم، فانت شايف ان انا أنا اهل بيت يعني، انا مكان مش مهم، انت اقعد على جنب احنا نشوف الجيست التانية مثلا. مكان فاضي، مكان قايم بس على الفوتو سيشنز والدي يوز والكلام ده كله. طب الناس اللي قاعده بقى ايه نظامها يعني؟ ايه اولا، الاوض ما كانتش نضيفه، الارض ما كانتش نضيفه، مفيش مناديل في الحمام. يعني احنا في حمامين، واحد فيه مناديل، واحد مفيهوش مناديل، واحد فيه صابونه وواحد فيه صابونتين عشان مبقاش كداب. مفيش فوط، المكان مش نضيف. لا. طب ايه، احنا اللي نضفنا الحتت اللي احنا قعدنا فيها كده. دلوقتي انا دخلت تاني السويت، طلبت ان انا عشان اصلي الحق الصلاه بعد ما عملت التشيك اوت. دخلت لقيتهم منضفين السويت وحاطين فوط في الحمام وحاطين مناديل وحاطين صابون الله.
طب النظافة الحلوة دي، ما في نظافة اهي، طب ما اتنضفتليش ليه لما انا دخلت السويت؟ وليه دخلت سويت غير السويت اللي انا حاجزاه؟ وليه التعامل مش عايزه اقول برضه تاني برود، بس ليه التعامل كده؟ وتكلمه هو مش فارق معاه، اللي هو ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقني؟ احنا كنا مش طايقه نفسي. المشكله انت بتزعق واللي قدامك مش اللي هو في هدوء. هدوء. هدوء يعصب بطريقه. يعني طب يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده غلط. طب يعني مش بيقول لك اصل الفندق ادارته اتغيرت، فالاداره الجديده مش عارفه مؤقته، هو تبع سلسله مطاعم بهيه هي اللي واخده الفندق. الفندق الفيو بتاعه جميل، الفايبس بتاعته حلوه قوي، والوانه حلوه قوي، ويعني حاجه جميله 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 جميله. طب ليه بقى؟ ليه بقى؟ بس انا مش عارفه طالع في الصور ولا ايه. المكان جميل فعلا، والفيو حلو وعلى البحيره ايه بقى؟ ايه اللي حاصل ده؟ ليه انا اطلع من البلكونه الاقي بالظبط انا قاعده في حوالي ساعه 12 عروسه؟ ليه انا ابقى قاعده الفيو بتاعت 12 يا فرحه وكل حاجه، وكنا فرحانين معاهم وبنسقف حلو جميل، بس انا مش عارفه اقعد. حرفيا انا مش عارفه افتح الستاره بتاعت البلكونه. انا جايه عشان اقعد في الاوضه. ما هو حواليك ما فيش مزارات، انت في قريه بعيد. ده قرية تونس، يعني أقرب حاجة عشان تروح بعد المغرب تنزل البلد وكده بتمشي ساعة ونص. فأنا هنا عشان أقعد على الفيو، ما أنا مش عارفة أقعد على الفيو، وعايزة أقعد في أوضتي. ما ده أوضتي يا جماعة، أنا دافعة فلوس. أنا ممكن كنت أدفعها في شرم والغردقة وأقعد في حاجة 4 نجوم مثلا، أو 4 نجوم ونص. يعني أنا كان ممكن أقعد في حتة واو، ولا يعني سيبني أقعد حتى في البلكونة. أنا مش عارفة أقعد في البلكونة. الموضوع مأساة والله العظيم، مأساة. أول وآخر مرة ممكن إن أنا أجرب إن أنا أجي الفيوم أصلا. يعني مش هقول لك بقى إن أنا كنت جاية وأعمل فيديوز عن وادي الحيتان وعن وادي الريان، بس ده طبعا حصل ظرف إن كان في عاصفة رملية، فما كناش عارفين إن إحنا نقف نص ساعة على بعض في الصحراء، فمشينا، فمع الفيديوهات ما اتعملتش. بس أنا عايزة بقى أريلاكس بقى، يعني أنا متقدرة إن أنا شغلي باظ، ما اقعدش فيه طبلة شغالة لحد الساعة 12 بالليل. طب انا عايزة انام يا معلم، يعني انا صاحية من بدري عايزة انام بقى. لا انت في دي جي هنا، يعني دي جي في البتاع البني اللي انا مش فينا مش باينة فين اللسان. المهم يعني الحتة اللي هناك دي فيها دي جي، والبسين جنبك مش عارفة هيبقى واضح ولا لا. ده كده الحتة بتاعت البسين. البسين البسين عليه دي جي، والبحر او بحيرة قارون عليها دي جي. وهناك خالص كده في برضه هي كمان دي جي. دي جي دي جي دي جي دي جي دي. في ايه بجد؟ في ايه؟ مكان صعب وتعامل صعب وكل حاجة زي الزفت، وريفيو زي الزفت كمان. بجد محدش في الفيوم.